السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ده الجزء الثالث من زيارة المتحف المصري، وده الدور اللي فوق. فيه ايه بقى؟ فيه كمية توابيت يعني ما شاء الله كتير جدا. فتعالوا نشوف بقى باقي الحاجات. فيه مجموعات توت عنخ آمون زي المجوهرات والأسلحة والأساس، وفيه مجموعة يويا وتويا زي التوابيت والأقنعة الجنائزية. فيه المومياوات الملكية زي مومياوات تحتمس الرابع وأمنحتب الثاني ورمسيس الثاني. وفيه مجموعة الأسرة الأولى والثانية زي المجوهرات والأدوات اليومية. وفي مجموعة العصر المتأخر زي التماثيل والنقوش واللوحات. وفيه قاعة الملكة حتشبسوت وقاعة الدولة الوسطى والقطع الفنية والدينية. احنا دلوقتي داخلين غرفة مومياوات الحيوانات. بصي يا راجل، ده تمساح تقريبا. دي كلها سمكة. ده تمساح، ده كلب يعني حماط الكلاب. مايم بص، لقوها كده. مايم لقوها كده في التربة. بصي مايم، يلا بقى نطلع. بصي الضغطة دي. ايوه حتى الخروف بيخافوا. ده الشبشب بتاعه حقيقي ولا احنا اللي حاطينه؟ حقيقي. صندوق بيتحط فيه الحاجات بتاعته. خليكي في ايدي عشان انت بتجري. تعالي. هي لسه بصي الوشوش دي شكلها مختلف. دي حقيقية؟ كله حقيقي كله. هو ليه حاجة بس؟ هي ليه بيعملوا تماثيل بتبقى بوش غزال ووش سقف؟ لها تعبير. بورتريهات الفيوم اللي عندك في الكتاب. هو فين الشخص اللي انت بتقولي مفهوم في دماغه موقف؟ مش لاقيه الموميا يعني. اهي موميات. ما احنا قاعدين الوش فيها بيكون باين، مش لاقيين. ده غطا التابوت من الخشب المطلي بالذهب، وبتشوفوا الناحية التانية بتاع السيدة الحنة. احنا كده في غرفة تويا ويويا، بتحتوي على توابيت داخلية وخارجية لتويا ويويا، وفيها أقنعة مدهبة ومطعمة بالأحجار الكريمة، وفيها بردية يويا المسجل فيها كتاب الموتى. يويا كان كاهن وتويا كانت مشرفة على اللبس الملكي. طبعا هي اسمها تويا أو سويا. يويا وتويا يعتبروا من الأشخاص البارزة في الأسرة 18. ماتوا هم عندهم 110 سنة ما شاء الله. شايف رجليها؟ رجليها متقشرة. ايه ده؟
تمثال صغير لطائر. طائر. تعالي نرجع بقى، خلاص شوفي. تعالي نرجع. ودي غرفة توت عنخ آمون، كان ممنوع التصوير فيها، فهقول لكم على اللي جواها. توت عنخ آمون هو اللي مرسوم على الجنيه المصري، والقناع المرسوم على الجنيه المصري كان موجود في الغرفة دي. توت عنخ آمون يعرف بالملك الصغير علشان مات وهو عنده 19 سنة. في آراء بتقول إن هو مات بسبب أمراض وراثية، وفي آراء بتقول إن هو مات بسبب كسر في الفخذ، إن لما فخذه اتكسر حصل تسمم في الدم ومات. وفي نظرية بتقول إن هو اتقتل بس ملهاش داعمين كتير. كل حاجة في الغرفة كانت دهب في دهب. الغرفة دي تعتبر أهم غرفة في المتحف، وهي أكتر غرفة بتجذب السياح من كل أنحاء العالم. وكده خلصنا الجزء الثالث من المتحف المصري، ويا رب تكونوا استفدتوا. سلام.